صابلي بذوق الكابريز من أبن وأنجح وأروع لي صابلي اللي ممكن تحضروهم. نقول لكم لا ما جربتوش هاد الوصفة راكم مراتين بزاف بزاف. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل بصحة جيدة في أحسن الأحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبات فيديو جديد، وهذا الفيديو راح تكون صابلي من أروع ما يكون. قبل ما نبداو لا فيديو نحبكم كامل تصليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام. كيما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى المسلمين، ربي يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، آمين يا رب العالمين. ألوغ حبيباتي كما سبق وقلت لكم، وصفتنا لنهار اليوم راح تكون وصفة صابلي بذوق الكراميل ولا بذوق الكابريز من أروع ما يكون. بلا ما نطول عليكم ياسر نروحوا مباشرة نوجدوا الحشوة اللي راح نحشيو بها الصابلي نتاعنا. دونك واش راح نحتاجو فيها؟ هاد الكريمة البنات تجي ولا هاد الحشوة تجي بزاف بزاف بنينة. عندي هاد العلبة نتاع الكابريزيا البنات بذوق الكراميل، كنت ذوبتها شوية في الميكرووند طلقت روحها كيما راكم تشوفوا. حطيت كمية حوالي كاس نتاع الكابريز مع نص كاس نتاع مكسرات. انا هنا البنات كنت استعملت الجوز، تقدروا تستعملوا الكاوكاو يكون مقلي ومرحي. وعندي لهنا نص علبة صغيرون هذيك البنات نتاع حلوة الترك ولا الشامية، كيما راكم تشوفوا فتتها تخي بيان بيدي هكا باش ما تقعدلكمش هذيك الحبيبات نتاعها عفوا في الكريمه نتاعكم. يعني كريمه سهله صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه. دونك خلطت كلش مع بعض وراح مباشرة نجيب لهنا جاتني شوية هكا ناقصة شوية بنات مكسرات. دونك كملت هذاك الطرف تاع الجوز اللي قاعد لي، يعني كلش كاس نتاع كاوكاو يكون مقلي ومرحي ولا أي مكسرات تفضلوها انتوما. هنا حبيباتي هاي لكم الكريمه اللي كنت حصلت ولا الحشوه اللي كنت حصلت عليها. مباشره راح نجيب لهنا كيس حلواني نفرغها البنات هكا باش تسهل لكم العمليه. يعني كي تعودوا تحشيو في الحبات نتاعكم تاع الصابلي تحشيوهم يعني بكل اريحيه يعني وبنظافه، خير من ما تتلعبز لكم هذيك الحبه نتاع صابلي كامل. فرغت كامل الكميه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا، وراح نجيب لهنا الحبيبات نتاعي تاع الصابلي اللي كنت طبعتهم على شكل قلب. بالنسبة للوصفة نتاع الصابلي البنات راح تلقاوها في صندوق الوصف عفوا. كنت درت صابلي الكيلة البنات اللي يخرج كمية ما شاء الله. دونك شوفوا هنا البنات هام لكم الحبيبات نتاعي تاع الصابلي. دونك كما قلت لكم الوصفة تلقاوها في صندوق الوصف. اللي ما تعرفش صندوق الوصف تضغط فقط على عنوان الفيديو راح يدخلها لصندوق الوصف مباشرة. هنا حبيباتي جبت الحبات نتاعي تاع الصابلي وبديت نحشي فيهم ولا نلصق فيهم بهذيك الكريمه ولا الحشوه اللي كنا حضرناها مع بعض. نعدلوا هكا الاطراف البنات مليح، ومن بعديك مباشرة ندخلوهم للمجمد. وعلى وهي البنات ندخلوهم للمجمد باسكو هذيك الكراميل راح تطلق روحها وتبدا تسيح شغل تخرج لكم من الحبة. كي تحطوها في المجمد يعني راح تحكم روحها. حاولوا تعدلوا الاطراف مليح بالسكينة كما راكم تشوفوا ولا حتى بصبعتكم تعدلوهم باش هكا تجيكم الحبة نتاعكم تاع صابري بيان فيني ويجيكم الشكل تاعها مليح. انا هنا البنات راح نكمل نحشيهم كامل كما قلت لكم ندخلهم للمجمد بالاقل ربع ساعه يا البنات. يعني وحتى كي تعودوا تقلاصيو فيهم بالشوكولا ما تجبدوهاش كامل وتبداو تقلاصيو، يعني جبدوا غير بالحبيبات. كي تكملوا تقلاصيوهم بالشوكولا كملوا زيدوا جبدوا الكميه الاخرى هكا حتى تكملوا كامل الكميه اللي كنتوا درتوها. انا هنا حبيباتي هام ليكم من بعد ما كملت حشيت كامل الحبات نتاعي نتاع الصابلي راح ندخلهم للمجمد. ومن جهة أخرى كنت اديت نص علبة البنات نتاع شوكولا الوجدان ذوبتها في باماغي زدت لها كمية من الزيت وقطرات من الماء حتى تحصلت على هذا الشوكولا تكون نوعا ما سائلة. وعندي هاد الوريدات اللي راح نزين بهم الحلوى نتاعي. هنا جبت غير 3 حبيبات من بعد ما بردوا مليح راح نقلاصيهم معاكم. كما قلت لكم البنات انا هنا كنت استعملت الشوكولا نواغ ما استعملتش الشوكولا بالحليب باش هكا الحلوى تاعي ما تجينيش بزاف بزاف حلوه. حاولوا تقلاصيو الحبه تاعكم تخي يعني من كامل الجوانب. نحيو لها هذيك الشوكولا الزائده ومن بعد مباشره تزينوها بهذوك البريضات اللي قلت لكم شريتهم واجدين. تقدروا ميم تخليوها هكاك سامبل في النص ديروا لها غير شويه هكا تاع كاوكاو يكون مرحي، ولا حتى تخليوها سامبل. يعني مش ضروري انكم تزينوها كما زينتها انا. التزيين يقعد الاختياري وديما نقول الجود بالموجود. يعني واش عندك في الدار تزيني بيه
صح دايمًا نقول لكم في البنة نتاع الصابلي، هنا كنت كلاصيت هاد الحبات نخليهم البنات في الهوا حتى تشيح كامل الشوكولا نتاعي، من بعديكا نفينيهم يعني هاذيك الشوكولا الزائدة من التحت نحيها هكا بسكينة، نحطهم في الكيسات وراح نشوفوا مع بعض يعني حلوتنا لنهار اليوم في شكلها النهائي، صدقوني يا البنات تجي بزاف بزاف بنينة وتجي مخالفة سيرتو اللي يحبوا الشوكولا، يعني هاد الحلوى راح تعجبهم بالبزاف، وهاي ليكم لهنا حبيباتي من بعد ما كمّلتها قُلت لكم خلّيتها حتى نشفت كامل، فينيتها وحطيتها في الكيسات وهاي ليكم جات تشهي شهيتكم كامل في الجنة، راح نقسم معاكم حبيبة وتشوفوا كيف ما جات من الداخل، تجي هذيك الطبقة البنات نتاع ولا الحشوة هاذيك تبان وراح تزيدها واحد البنة من أروع ما يكون، شوفوا البنات هاي ليكم. دونك هنا حبيباتي نكونوا وصلنا لنهاية لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى أنها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى أنها نالت إعجابكم، وإلا عجبتكم حبيباتي نقول لكم ما تنساونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما، ولأول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي ما تنسايش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد القناة، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وستناوني في فيديوهات جديدة، سلام.